لا ما تتخضوش، مفيش حاجة، ده انا صاحية من النوم عادي. يلا انتوا مش غرب بقى، معلش استحملوني. للأسف لبشاعة المنظر، بس صباح الفل. تعالوا نبدأ بقى مع بعض يوم طويل قوي تشوفوا بقى معاناتي. بس نغسل سنانا كده ونفوق كوباية النسكافيه الخطيرة. معلش جنبيها سندوتش اي حاجة، لان اختكم لازم تتغذى عشان اقدر اكمل اليوم ده، لان عندي النهاردة 3 اوردرات، كل واحد فيهم في حتة شكل. فمعلش. اول اوردر عرض الصحاب، 3 كده في كوافير. عايزين ميك اب سواري طبعا، نرش بارفنا كده ونلبس هدوم واسعه بقى علشان ناخد راحتنا. ويلا بينا، زي ما قلت لكم اول اوردر هيبقى في كوافير كده عرض الصحاب 3 سواري. عرض الصحاب ده اللي هو لو 3 او اكتر الواحده بتبقى ب350 بدل 400. والاوردر اللي بعده عندي 2 سواري. واخر اوردر بقى تخيلوا فين؟ في اليوب. فواحده كده سواريه. ف ادعوا لي بقى. استنى اشاء بالله، وصلت اول مكان، ودي اول بنوته فستانها ذهبي، عايزه ميك اب سيمبل، بتحب الايلاينر وروج جلاس. ودي كانت النتيجة. لو تلاحظوا بشرتها فيها حبوب والميك اب مش بيعمل حاجة للبروز بتاعة الحباية، نقدر بالكالر كوركتنج نعدل اللون بتاع الحباية، يعني اقلل الاحمرار بتاعها او واحد لون البشرة، لكن كون الحباية بارزة البشرة مش هترجع سموث، يعني فاهميني؟ ما تقلقوش، دي مش هي دي اختها التوأم، انا مش كريمة انا كرم. ده كان الميك اب بتاعها، فستانها درجة كده من درجات الروزات. طب ما كانوا يعملوا كوبي بيست وخلاص. دم تقيل قوي. المهم برضو نفس الفكرة، بتحب الايلاينر بس كانت حابة الروج يكون مات، وعملنا درجات من فستانها. ودي مامتهم الفستان بتاعها لونه نبيتي، اذا اخترنا اللوك ده مع بعض. هي بتحب الارواج الغامقه، ما بترتاحش لو درجه الروج فاتحه. الى جانب الهالات عندها لونها غامق ومساحتها كبيره، مش عارفه كان واضح ده في التصوير ولا لا. فاكتر حاجه كانت هماني وانا بعمل الميك اب وشغال عليها ان انا اخفي الهالات. طبعا ما استنتش تخلص شعرها ولا استنتهم كلهم يلبسوا علشان ما اتاخرش على الاوردر اللي بعده، فاضطريت امشي. يلا بينا بقى نروح للاتنين السواري. هنا كنت بحاول اقول لكم ان انا صامده للنهايه وبتاع، اكتشفت بقى ان ايدي نقاش يا ربي. ان النور طلع قاطع في الاوردر التاني. لما رحت لهم البيت فضلنا قاعدين شويه، وبعد كده بقى مش هنستسلم بقى، فدورنا على شباك يدخل لنا نور ربنا، يعني ما كانش قوي قوي بس مشيت حالنا لحد النور ما جه، وربنا كرمنا من واسعه وركبت الرينج لايت وبتاع، بس ما لحقتش اصورها كتير، يعني يا دوب هي اللقطه دي لانهم كانوا متاخرين، لان النور عطلنا، واختها اصلا اتاخرت في الكوافير، فبقت واحده بس سوري، يعني اختها ما لحقتش تعمل يا عيني. البسكوته دي انا صعبت عليها لما عرفت ان انا رايحه اليوم. فضلت عليها اصلي نفسي في السكه، فمن موقعي هذا بقول لك شكرا يا رشا. تهت بقى في السكة، كان مبعوت لي اللوكيشن مش صح، وقعدنا انا وسواق اوبر نلف حوالين نفسها لما كنت خلاص مش قادرة. بس اول ما وصلت ولقيت الجميلة دي خلاص يهون عشانها كل حاجة، ونسيت اللي حصل. وبدأنا في الميك اب. حبة البينكات على ايدي يا جماعة. كانت مقلقة شوية من البينك، بس هي كانت حابة درجات فاتحة، يعني مش عايزة تغمق، لان الفستان من تحت كحلي كده غامق في اسود، فاهمين قصدي؟ ومش عايزين جلاتر كتير عشان الشغل اللي من فوق، وفي نفس الوقت مش عايزة الوان غامقة. فعملنا اللوك ده واتبسطت بيه، وابقى اروح طريق البيت منين عشان انا خلاص مش قادرة. ده كان يومي النهاردة، الحمد لله عدى على خير. اشوفكم بكرة في اوردر تاني، والفيديو ده اهداء لكل واحدة بتزعل ان هي طلبت مني توتوريال ميك اب للوك معين او الوان معينة واتأخرت عليها، عشان تعرفوا انا في ايه، بس انا بتوه في اليوم.